ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بطريقه سهله وبسيطه. هنعمل العجينه بتاعته، هنشوف قد ايه هي بسيطه جدا. كان طعمه لذيذ زي اللي بناكله بره واحلى، وطبعا متاكدين من نظافه وجوده الحاجات بتاعتنا. هنشوف طريقته بسيطه جدا. اول حاجه هنجيب معلقتين كبار من السكر، هنحط عليهم باكت خميره، كوبايه من اللبن الدافي، وهنبدا نقلبهم كويس عشان الخميره بتاعتنا تشتغل. وهنسيبها جنبنا كده 5 دقايق لحد ما نجهز المكونات الجافة بتاعتي. انا هنا استخدمت 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة ملح، نص معلقة من البيكنج باودر، باكت من اللبن النيدو، وكمان نقدر نستغنى عنه لو مش موجود، بس هو بيدي طعم حلو للعجينة بتاعتي. قلبنا كده زي ما انتم شايفين المكونات الجافة. هنا كانت الخميرة بتاعتي اشتغلت. هنبدأ ننزل بالدقيق كده بالتدريج، وهنقلب عشان يكون سهل علينا في العجن. هننزل بكمية الدقيق بتاعتي كلها، وهننزل مع الدقيق بكوباية صغيرة من الزبادي، بتخلي العجينة قد ايه طرية وهشة جدا. الزبادي بيساعد ان العجينة تكون طرية معايا. هنجيب ربع كوباية من الزيت نلم بيها كده العجينة، هننزل بيها بالتدريج لحد ما العجينة تتلم. لو حسينا ان العجينة بتاعتنا طرية بزيادة زي ما احنا متفقين، بنخلي جنبنا نص كوباية من الدقيق. طبعا بتختلف نوع الدقيق، فبنخلي جنبنا نص كوباية من الدقيق. زي ما انتوا هتشوفوا كده انا حطيت يعني حوالي معلقة من الدقيق، لميت بيها كده العجينة، وده كان شكلها النهائي. بتكون عجينة طرية. هنغطيها وهنسيبها تخمر في مكان دافي، وهنبدأ نجهز اللحمة بتاعتي. هنجيب بصلاية، هنحط عليها طماطماية وفلفل حامي، فلفل رومي. لو حد مش حابب الفلفل الحامي طبعا يقدر يستغنى عنه. هنبدأ نضربهم كده في الكبة زي ما انتوا شايفين. انا هنا هستخدم حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة، وطبعا كمية اللحمة المفرومة ترجع لكم. انا حتى هنا ما استخدمتش كمية اللحمة المفرومة كلها، يعني فاض جزء وحطيته في الفريزر. يعني لو عندك مثلا يعني ربع كيلو هيكفي ان انتي تعملي بيه الوصفة بتاعتنا. هنحط كده زي ما انتوا شايفين البصل، هنحط عليه معلقة من البابريكا، 7 بهارات، ملح، فلفل اسود، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. وبكده اللحمة بتاعتي بتكون جاهزة. هنرجع تاني ان العجينة بتاعتي بعد ما اتخمرت زي ما انتوا شايفين قد ايه كانت طرية وهشة جدا من قبل ما نعمل فيها اي حاجة. هنبدأ نفرد كده برشة دقيق، هنبدأ نشكلها على حسب حجم الرغيف اللي احنا عايزينه في الحواوشي، ويا ريت الاحجام تكون متساوية عشان هنبدأ نعمل طبقة من تحت وطبقة من فوق. هنشكله كده الكرات زي ما انتوا شايفين معايا، وهنبدأ نفرده. قد ايه الحواوشي بتاعي كان طعمه لذيذ. العجينة نفسها كانت حلوة جدا، وعلى فكرة العجينة دي بتقبل حشوات كتير، نقدر نحشيها لحمة، نقدر نحشيها فراخ، يعني هي العجينة فعلا حلوة جدا. هنبدأ نفرد كده زي ما انتوا شايفين اول طبقة من الرغيف الحواوشي بتاعي، هنفردها كويس كده على شكل دايرة، وهنبدأ نحط اللحمة، ونحط اللحمة في النص، ما نوصلهاش للأطراف بتاعة الرغيف بتاعتي عشان نقدر نقفله. هنفرد واحدة تاني، كرة تاني بنفس الشكل ونفس الحجم عشان نغطي بيها الرغيف بتاعي من فوق. هنغطيه بيها وهنبدأ نقفله كده بالجناب. صينية مدهونة زيت وهنحط عليها الحواوشي بتاعي عشان يخمر للمرة التانية. انا هنا حبيت ان انا اعمل شكل تاني للحواوشي، حبيت اعمله كأنه مناقيش كده من فوق مفتوحة بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، وبنحط فيه كورة من اللحمة وبنبدأ نبططها كده اهو بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. وممكن كمان نحط في الوقت ده موتزاريلا معاها، وده كان شكل تاني يعني. هنبدأ ندهن الوش بتاع الحواوشي بتاعي باللبن. انا بصراحة بفضل ان انا ادهنه باللبن بدل البيض. هنسخن الفرن على درجة حرارة 180، رف اوسط، وهنبدأ نحط الحواوشي. الحواوشي ما بياخدش وقت خالص، هياخد لون من تحت وبعدين نشغل عليه الشواية ياخد لون من فوق. وده كان شكله بعد ما خرج من الفرن. قد ايه كان لذيذ وريحته كانت حلوه جدا. انا هنا كمان عملت رغيف وش بيتزا، حطيت عليه موتزاريلا وفلفل رومي من فوق، بيبقى طعمه جميل، جربوه اكيد هيعجبكم. زي ما انتم شايفين العجينه كانت هشه وطريه، وده كان شكله النهائي. لو عجبكم الفيديو لايك على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، هسيب اللينك في اول كومنت، وبألف هنا.